السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حلوين؟ شايفين الحلويات؟ بجد المربى بطريقة سهلة جدا لو انت اول مرة تعمليها، ومش هتاخد معاكوا وقت، وبسرعة ومن غير اصلا اي مكونات مش عندنا في المطبخ. هو هتجيب التين من بره والسكر وبس، وهنحط له حاجة واحدة هتربط معانا الدنيا دي كلها. بصوا قوامها يجنن، بجد بجد حلوة قوي، واوفر من بره وانضف من بره كمان. عارفه بتاكلي ولادك ايه او بتاكلي ايه؟ لان بره يعني في شركات كتير يعني بتجيب حاجات رديئه، بتجيب حاجات مثلا مش حلوه قوي. بصوا بقى التين انا ما بجيبهوش اللي هو الناشف اللي هو الكبير قوي، انا بحب اجيب اللي ماسكه نفسها زي ما انتوا شايفين كده، بس في نفس الوقت بصوا اتقطعت معايا بسهوله جدا جدا. انا بحب اجيب النوع ده للمربى، بجيبه من عنده. انا بقول له اديني يعني حاجه ما تكونش ناشفه، عشان ما تاخدش لو ناشفه هتاخد معايا سكر كتير قوي وطعمها مش هيبقى حلو، ولا هتبقى سايحه ونايحه وعامله زي ال تحسوا ان هي كده بتتشد معانا زي القطع، يعني زي ما احنا شفنا كده. والقطع بتاعتها طريه في نفس الوقت، حتى الحتت اللي جواه طريه، مش اللي هي ماسكه نفسها وما خدتش سكر كتير مني. المفروض اصلا انا معايا كده 2 كيلو، مثلا 2 كيلو بيتحط للكيلو بس نص كيلو سكر. انا يعني بصوا ما حطيتش الكيلو كامل سكر، حطيت كيلو الا ربع على الاتنين كيلو تين، علشان السكر بتاعها انا مش عايزاه مسكر قوي. تمام، وخصوصا ان التين ساعات بيبقى مسكر يعني. فناخد بالنا. بصوا انا حطيت كده، ما حطيتش ميه معاه. هو التين بينزل ميه منه، في ناس بتنقعه وبتحطه يعني ساعتين 3 كده في التلاجة، والسكر مع التين بينزل ميته كده. ده بيساعدني برضو ان هو يطلع لي فيه صوص كده، بيبقى يعني خفيف شوية في وسط القطع نفسها بتاعة التين. دلوقتي بعد ما حطيتها على النار وخلاص قامت معايا، وطيت عليها ورحت حاطة فيها كام يعني فص كده اللي هو القرنفل. بجد بيدي تست حلو قوي قوي. وبعد ما بتخلص عدوهم يعني، ونشيلوهم وارموهم بعد كده، يعني مفيش اي مشكلة. بس انا يعني بحب ان هي بتدي طعم كده ونكهه حلوه قوي مكان الفانيليا. في ناس بتحط فانيليا. هنا انا كنت بوريكم، بصوا هي لسه على البوتاجاز وانا موطيه عليها ومتابعاها طبعا، كل شويه اقلبها عشان ما تلزقش من تحت. وبتنقص معايا زي ما احنا شايفين، بتعقد يعني، بتبتدي ان هي خلاص لونها حتى بيتغير. انا يعني جايبه لكم كل مراحل اللون بتاعها والقوام والشكل والاختلاف من الاول لبعد كده، عشان تبقوا شايفين الدنيا ماشيه ازاي. بصوا كده، دي تعتبر المرحلة اللي خلاص كانت قبل الأخيرة يعني بشوية كده، عشان خلاص ابتدت كانت هي يعني عملت قوي، خست قوي زي ما احنا شايفين. نزلت عن القوام الأولاني خالص وبقت تتقل، ابتدت ان هي تتقل معايا وتستوي معايا. انا بسيبها اصلا على النار وماليش دعوه بيها، بس رايحه جايه بصراحه ببص عليها عشان ما تتلزقش مني، عشان السكر طبعا ما ناخد بالنا من النقطه دي. هنا بصوا كده انا يعني ابتدت ان هي تتقل خلاص، يعني دخلت القوام بتاعها خلاص، يعتبر اللي داخل على ان هو هقفل عليها بقى. يعني هوريكم كمان حاجة تانية صغيرة كده تختبروا بيها اذا كان يعني القوام اللي هو عقد مع نفسه، واللي هو خلاص تمام كده. هو كده كانت تمام قوي، انا قفلت عليها. بصوا انا بوريكم، انا كنت لسه قافله عليها. بصوا تقيله بقى، يعني لما بنزلها من السباتولا كده، المعلقه ايا كان المعلقه اللي بعمل بيها، بصوا القوام بتاعها نفسه تقيل ومسكت في نفسها، يعني اللي هي خلاص هي كده حلوه قوي. انا عايزه كمان يبقى فيها زي صوص كده مش تقيل، بس صوص حلو يساعدني على فرد الساندوتش، ما تبقاش قطع بس، يبقى ده تمام زي السبريد كده. بصوا هو كده خلاص، يعني كانت صعبة ان هي تنزل من المعلقة، فهي كده خلاص اوريدي استوت. وهبتدي بقى قفلت عليها تهدى شوية، وبعد كده ابتديت اعبيها في البرطمانات بتاعتي. عملت معايا، انا كنت بص البرطمانات دي بتاعت مربات على فكرة، الكبيرة دي. فعملت معايا برطمانين ونص، يعني 2 كيلو مثلا. رمت كتير ونضيفة جدا. انا هنا بشيل هو القرنفل، عايزين تسيبوه وقت ما تيجوا تاكلوا تشيلوه، لقيتوه كده تبقوا عدينهم وتشيلوهم كلهم مره واحده، ما فيش اي مشكله. بصوا بقى تعالوا بقى، يعني بجد بجد يعني خطيره، طعم ونظافه، و ما فيش حاجه فيها توفير قوي دلوقتي، بس انضف من بره بكتير واطعم.
وبجد حلوة قوي قوي. جربوها بالطريقة دي السهلة، ما بتاخدش وقت معايا. انا بجيب الحاجة بقطعها وبحطها على النار وبس. الليمونة دي انا بحطها بتقعد معايا ال يعني المربى نفسها هي ليمونة في الاول بعصرها وبس، ما بحطش حاجة تانية. ما حطيتش اي حاجة معايا غير السكر والتين والليمونة والفصين بتوع القرنفل. بجد لو عجبتكم بقى يعني ما تنسونيش بلايك وسبسكرايب وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد مني يا حلوين. دمتم سالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.